طب تعال ناقشني العادات والتقاليد دي مبنيه على اي اسس علميه يا فيلسوف نظر لها. دي عادات نظروا لها مجموعه من الجهلاء قبل 300 و400 سنه، كانوا لابسين عراريق مكرمشه وقاعدين الواحد ماسك لهم السواق كده، وتلقى ثالثه ابتدائي اولى ابتدائي ما قاريها راسه فاضي قاعد يطلع لها افكار وهميه. احنا نقعد نباريها الليله في القرن ال21. المرأة كان فاس ما بتقطع الراس، يقعد احنا نقعد احنا ملزمين قال لك منو كان فاس ما بتقطع الراس؟ افكار غبيه ما عندها سند منطقي، ما عندها اسس. الناس بتباريها بدون بنقول لهم تعالوا ناقشونا بالعلم، يقول لك لا دي عادات تقاليد ثوابتنا انتوا كفار يكوركوا لنا. والغريب انه في ناس ما كيزان للاسف الشديد بيقعدوا يباروا الخطاب الغبي ده، يعني زي الناس اللي كانوا معارضين سيداو بلا منطق. يعني انا يوم من الايام عملت لايف قعدت اقرا سيداو سطر سطر، قلت لهم ورونا الكلام اللي قالوا اسمه نود درويش ذاك الممثل الدرويش لما طلع عليه وعمل له سكتش كده درامي بيهاجم سيداو وقال سيداو دي والله بتدعو للمثليه، اسمه منو فضيل عنده دقيقه كده زي قعر البصله ذاك. اينما وجد الكيزان مشى دخل في مبادره طيب الجد، اينما وجد الكيزان اينما وجدوا اعداء الثوره فضيل ده قاعد. جهل يعني جهل. حاربوا سيداو، انا مسكت سيداو دي قريتها من اولها لاخره، قلت لهم وروني وينو الكلام اللي بيتكلم عن المثليه ما في. والله سيداو دي بالمناسبه اقسم بالله العظيم ثلاثه والله يا اخوانا مش اقروها قاعده في جوجل، والله العظيم ثلاثه بتعبر عن صلب الدين الاسلامي ده بالمناسبه. الحفظ للمرأة حقوقها. وبالمناسبة أنا أقول لكم سر يا جماعة، أنتوا قارين اللي بيحصل في مجتمعنا باسم الدين ده، هو الدين ده بالعكس، الكلام ده عكس الدين ده والله العظيم ثلاثة. يعني اللي بيحصل ده هو ده عقلية الحمية، عقلية المجتمع البدوي، عقلية المجتمع العربي البدوي، فكرة الحمية وخش جوا يا مرة الكلام ده ما عنده علاقة بالدين. حتى النقاب ده غطي الوجه دي واحدة من عادات العرب، يعني عادة من عادات العرب. الدين الإسلامي أساسا ما في نص معين قال يتنقبوا ذاته أصلا، ما في كلام زي ده في الدين أصلا. الناس ديل عبارة عن ناس فاهمين الدين الإسلامي غلط كويس، او طوعوا الدين الاسلامي على حسب مزاجهم عاداتهم، انهم هم عندهم حميه وعندهم هوس انه المرأة دي تتدس جوا لانه بتجيب لنا العار. لان العرب كانوا مهاويس، كانوا بيعتبر الواحد فيهم كان بيصل مرحله انه يدفن المرأة عديل لانه بيتوقع انها لو كبرت حتجي تجيب له العار. عندهم هوس، فبالتالي الهوس ده هم وارثينه، فبالتالي عشان يقدروا يرضوا الهوس بتاعهم ده طوعوا الدين بقوا على مزاجهم هم. الدين قال كده، الواحد فيهم هو عايز كده، هو عايز يدفن المرأة في الحياة، يقوم يقول لك الدين أصلا قال كده، والدين لا قال كده ولا يحزنون. ده تفسير خاطئ للدين يعني.